آدم والناس يكشفوا سرا خطيرا بعد طرده في مباراة الجزائر والسودان، ويفضح الحكم المصري أمين عمر في البداية. وإذا كنت تتفق أن طرد الحكم المصري أمين عمر للجناح الجزائري نفاذ آدم والناس كان مقصودا مع سابق الإصرار والترصد لكي يتسبب في هزيمة المنتخب الجزائري أمام شقيقه السوداني، فاضغط لايك واشترك في القناة. في أول تصريح له بعد طرده في نهاية الشوط الأول لمباراة الجزائر والسودان لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، هاجم الدولي الجزائري آدم الناس حكم مباراة الجزائر والسودان المصري أمين عمر، وكشف عن ما قاله له أثناء طرده بعد تدخل عادي جدا على لاعب منتخب السودان. وصرح الناس قائلا: قلت له لماذا طردتني؟ أنا لم أصبه ولم أتعمد التدخل بشكل عنيف. جميع الحاضرين رأوا أنه مجرد احتكاك بسيط، فأخبرني قائلا: اذهب من هنا أيها الجزائري، هل تريدون أن تفوزوا بكأس العرب كل مرة؟ ألا يكفيكم أنكم فزتم في المرة الماضية؟ فقلت له: وما دخل هذا في طردي؟ قال لي: إنها الأوامر، وابتسم. فحاولت أن أترجاه لكي يعدل عن قراره، فقال بالحرف الواحد: فزتم علينا في أم درمان، وأقصيتمونا من مونديال 2010، وفزتم بكأس إفريقيا في أرضنا مصر الحبيبة، ثم فزتم بكأس العرب هنا في قطر سنة 2021. هل تريدون أن تأكلوا الأخضر واليابس ألا تشبعون؟ على العموم ستخرجون من الدور الأول، هذه هي المرة الأخيرة لكم هنا. هذا هو المخطط لكي لا تفقد كأس العرب هيبتها بفوزكم بها في كل مرة.